أربع حاجات لازم تعرفهم لو أنت داخل عليك الامتحانات وأنت متراكم عليك مواد، سواء أنت في أي سنة دراسية. يلا بينا نشوف إيه الأربع حاجات دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة قوة التغيير. النهاردة هنتعرف على أربع خطوات أو أربع حلول هتحللك مشكلتك في الحاجات المتراكمة أو المواد المتراكمة، وهنتعرف عليهم بشكل مبسط وهنمشي معاهم خطوة بخطوة. يلا بينا نشوف إيه هما الأربع حاجات دول. أول حاجة اعرف أنت ضايع في إيه المواد اللي واجعة منك أو إيه الأجزاء اللي في المواد واجعة منك، وحاول تنظمها وترتبها بشكل مبسط وكويس. هتمسك مادة مادة وتعرف إيه اللي واجع منك فيها وترتبها بشكل صح ومظبوط، ولكن لو في مواد أنت واجع فيها خالص فدي أنت هترتبها بشكل منتظم وتمشي فيها واحدة واحدة. وفي الخطوة دي لازم تكون صريح عشان الخطوة دي هنطبق عليها الخطوات الجاية التلاتة، فدي من أهم الخطوات اللي لازم تعرفها عشان تمشي بشكل منتظم عشان في الآخر توصل للنتيجة اللي انت عاوزها. بعد ما عرفت المواد المتراكمة عليك والبيبان والفصول اللي متراكمة عليك من المواد اللي عندك، فدي مرحلة تنظيم البيئة اللي حواليك. في المرحلة دي انت لازم تنظم البيئة اللي حواليك تكون ملائمة للمذاكرة او للحاجة اللي انت عاوز تعملها، يعني تنظم البيئة اللي حواليك انك تذاكر بطريقة صح وطريقة افضل، وتعمل جداول وتشوف انت هتعمل ايه في المواد المتراكمة عليك وهتذاكرها ازاي وبافضل الطرق. وحاول تجيب ورقة وتكتب فيها كل المواد المتراكمة عليك من بيبان وفصول ومواد، تكتب كل حاجة بالظبط زي اللي موجودة معاك أو المتراكمة معاك عليك بالظبط. فأنت تكتب كل حاجة متراكمة عليك، أنت فاهم؟ بتروح جايب الورقة والقلم وتكتب كل حاجة متراكمة عليك ومتراكمة إزاي وتحاول تحلها بأفضل الطرق. ولو عندك مادة فيها مواد متراكمة عليك أو فصول متراكمة عليك في أجزاء معينة، فأنت بتروح جايب ستيكر زي ده وتعلم كل مادة أو كل حاجة أو كل فصل موجود متراكم عليك بالستيكر اللي موجود ده. وفي المرحلة دي حاول تنام وتصحى بدري وتنظم يومك بشكل أفضل، وتشوف المكان المناسب للمذاكرة سواء كان مكتب أو بتذاكر على طبلية عادية يعني أو بتذاكر على مكتب. فأنت حاول تنظم وقتك على قد ما تقدر وتحاول تشوف البيئة الملائمة اللي انت هتذاكر عليها، واعمل مكان مخصص تذاكر عليه. مش المكان اللي انت بتذاكر عليه هو انت بتاكل فيه وبتنام فيه وكل حاجة، لا انت بتخلي مكان واحد للمذاكرة عشان رك ما تيجي تقعد في المكان ده مخك يعرف ان ده وقت المذاكرة ويركز في الحاجة اللي هو بيعملها. وحاول على قد ما تقدر وانت في المرحلة دي ان مفيش حد يندهلك من البيت او حد يخبط عليك او اي حد يزعجك في المكان. خليك تركز في المواد اللي انت فيها عشان تخلصها في اقرب وقت ممكن، عشان المواد دي متراكمة عليك والامتحانات جربت، فانت لازما تذاكر بافضل جودة ممكنة في المادة اللي انت بتذاكرها المتراكمة عليك دي. وبعد ما عرفنا ازاي تنظم البيئة اللي حواليك، جت مرحلة ازاي تركز بافضل دقة وتاخد بنسبة كبيرة من الحاجة اللي انت بتذاكرها. انت علشان تستفاد في المرحلة دي فانت لازما تقرا الفصل او الباب اللي عليك تقراه مرة واثنين وثلاثة، وما تذاكرهوش في نفس اليوم اللي انت قرأته فيه. وحاول تكتب العنوان الرئيسية والعناوين الفرعية في الباب اللي انت قرأته ده. وبعد ما تكتب العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية في الباب اللي انت ذاكرته، حاول تعمل مخطط او تعمل حاجة تذكرك بيه اما تيجي تذاكره من تاني. انت دلوقتي قريته وعملت خريطة ذهنية بس عشان تفتكره بافضل طريقة، ولكن اما تيجي تذاكر لازم تذاكره بكل تفاصيله. بعد ما عملت خريطة ذهنية فانت بتروح جايب الكتاب بعدها بيومين ثلاثة وتروح ماسك الباب اللي انت عملت عليه خريطة ذهنية، تمسك الباب تقرا كل حاجة فيه وتذاكره بطريقة صح، وتعرف كل تعريف في كل عنوان رئيسي او فرعي في اللي انت كتبته في الخريطة الذهنية. وبعد ما تخلص الفصل بتسيب الفصل خالص وتعمل اختبار لنفسك عليه في نفس الوقت اللي انت ذاكرت فيه. وبعد ما تعمل اختبار عبارة عن سؤالين او ثلاثة بطريقة سهلة ومبسطة بس عشان تثبت المعلومة معاك، بتيجي بعدها بأسبوع ولا حاجة وتشوف اختبار من السنوات اللي فاتت على الباب اللي انت ذاكرته ده او المادة اللي انت ذاكرتها. وحاول بعد انت ما عملت خريطة ذهنية للمادة اللي معاك دي وبعد كده ذاكرتها بكل تفاصيلها، وبعد ما عملت لها اختبار بعدها بأسبوعين، لازما تيجي بعدها بأسبوع كمان او 15 يوم لازما تراجع الباب ده تاني وتركز عليه تاني وتعمل اختبارات، وحاول تذاكره من مصادر اخرى عشان تثبت المعلومة معاك اكتر.
بعد ما اتعرفنا ازاي تذاكر بالطريقة الصحيحة، في الخطوة دي ازاي تذاكر او تراجع الحاجات اللي انت ذاكرتها قبل كده. وعلشان تراجع الحاجات اللي انت ذاكرتها قبل كده لازم تجيب الخريطة الذهنية اللي انا قلت لك عليها في الخطوة اللي فاتت، وتمسك العناوين اللي انت كنت كاتبها الفرعية وتفسرها منك لنفسك، كأن العناوين دي انت بتكتبها زي اللي في الكتاب بالظبط، بس حاول تكتبها بمفهومك انت وكأنك بتشرح لحد. فانت بتكتبها وتفسرها بكل تفاصيل، وحاول تعلي صوتك وانت بتكتبها او بتفسرها، وكأن حد معاك بيشرحها لك او كأنك بتشرحها لحد. ولو عرفت تجيب لوحة صاحبك او تقعد مع حد من صحابك اللي في الكلية او في المدرسة اللي معاك تشرح لهم الباب ده او الفصل ده، يبقى ده افضل. وحاول ترجعها، لان اما تشرحها لحد تاني بتثبت المعلومة عندك اكتر وبتتذكرها بطريقة سهلة ومبسطة. وحاول وانت بتراجع لو في نقط انت ما فهمتهاش او ما عرفتش تتذكرها، حاول تظلل عليها بقلم انك تتذكرها بعد كده، وحاول تروح للاستاذ او المدرس بتاعك يشرحها لك من تاني او يفهمها لك على قد ما يقدر، وتراجعها كتير وتحل عليها مسائل كتير. وبكده المعلومة او الباب اللي متراكم عليك هيثبت معاك بطريقة كويسة جدا. وبكده انا قلت لك على 4 خطوات ازاي تحل المواد المتراكمة عليك او البيبان او الفصول. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار انزل اكتبه في التعليقات. سلام.